ما زال الحديث متواصلا عن الحج، ونتكلم اليوم إن شاء الله عن أنواع الحج كما هو معلوم ومعروف في سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فضيلة الدكتور أن للحج أنواعا ثلاثة لا رابع لها: الإفراد والقران والتمتع. فلو تحدثونا ولو نبذة مختصرة قصيرة عن هذه الأنواع الثلاثة وكيف تؤدى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. تحدثنا البارحة عن المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية، ومما قلناه أن الحاج حينما يصل الميقات المكاني، طبعا بعد تحقق الميقات الزماني، وقد بينا الجهات المختلفة. إذا جاء من المدينة فميقاته المكاني ذو الحليفة ولا بير علي. إذا جاء من منطقة أخرى مثلا يلملم السعدية من اليمن، كما شرحنا البارحة الجحفة وذات عرق وقرن المنازل، شرحنا كل هذه المسائل بالتفصيل البارحة. الحاج حينما يصل إلى ذلك الميقات المكاني عنده ثلاث طرق، ثلاث نسك يختار منها ما يشاء، يختار منها ما يشاء. الطريقة الأولى الإفراد، التمتع، القران. ثلاث طرق أو ثلاث مناهج، ثلاث كيفيات، وكلها كيفيات وطرق مشروعة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في حديث السيدة عائشة ثبت في صحيح البخاري أن السيدة عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بالعمرة ومنا من أهل بالعمرة والحج ومنا من أهل بالحج وأهل الرسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، إلى نهاية الحديث الصحيح الوارد في البخاري. يفهم من هذا الحديث أن هذه الطرق كلها مشروعة، كلها مشروعة. لما نتحدث بعد عن الأفضلية، ولكن الآن نتحدث عن مشروعية هذه الطرق. نبدأ مثلا بطريقة التمتع. التمتع، الحاج أو الحاجة وصلوا إلى الميقات المكاني مثلا ذو الحليفة، ولا اللي جاوا عن طريق يلملم، ولا اللي جاوا عن طريق ذات عرق أو قرن المنازل، وصل ذلك الميقات المكاني أحرموا في رابغ أو نعم. طيب هناك ماذا يصنع؟ طبعا يعقد النية، يبرم النية. إبرام النية قلنا البارحة أن النية محلها القلب، النية محلها القلب، يعني دون أن يتحدث، وإذا تحدث فلا حرج. نمشي مثلا بطريقة التمتع. التمتع وش يقول؟ يعني في قلبه كما يقول، يستشعر ذلك وينوي ذلك: لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. هذا اللي راح بطريق العمرة، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. الله يبارك وجاب الركن الأول من أركان الحج كما شرحنا البارحة، هذا هو الركن الأول الإحرام. واش من الطريقة؟ طريقة التمتع. نزيد نفتح قوس مهم: بعض الحجاج يروح يحج كي تسألوا يعني بأي طريقة جئت بها، يقول لك جيت الحج وفقط. صحيح هو جاي حج، ولكن واش من الطريقة؟ لأنه هناك مسائل متفق عليها طبعا، مشتركات، أحكام مشتركة، وهناك بعض المسائل اللي يختلف فيها الطريقة عن الطرق الأخرى. اللي راح الآن بالتمتع نمشي بهذه الطريقة إلى النهاية بالتمتع. إذن دار هذه النية: لبيك اللهم عمرة متمتعا إلى الحج بها إلى الحج. كي يدخل مكة المكرمة، هذا في الميقات، حناوي وصل مكة المكرمة، طبعا بعد ما يأخذ مكانه في الفندق اللي يستريح فيه إلى آخره، بعد ما يجدد الوضوء وكذا ليستعد لأداء العمرة، راح دخل في العمرة، دخل بالعمرة يعني متمتع بالعمرة، يوصل إلى يدخل المسجد الحرام. وذكرنا البارحة الدعاء الذي أورده الإمام النووي في الأذكار: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة. يوصل إلى الحجر الأسود، طبعا مع الزحمة اللي موجودة بقوة في المسجد الحرام. من السنة الإنسان باش يروح يبدأ سعيه، يبدأ طوافه
يبدأ الركن الثاني في العمرة هنا الطواف، يبدأ الطواف نتاعو من الحجر الأسود، يقبله يسلم عليه ثم يشرع في الطواف. ولكن هذا صعب جدا جدا جدا، ومن حاول الاتيان بهذه السنة سيقع في حرج شديد، والحرج مرفوع كما قرر السادة الفقهاء. ولكن عن بعد يجي مباشرة هكا في قبالة نتاع الحجر الأسود، يسلم عليه بسم الله والله أكبر ويشرع في الطواف. مشار إليه بأضواء يعني معينة، نعم. في ضوء يعني لا يشير إلى الحجر الأسود. نعم، يعني شوف الخلف يجد ضوءا أخضر. نعم. هو العلامة تاعو. نعم. زمان كان عنده واحد شغل كرلاجة كحلة هكذا. نعم. ولو الحجاج كي وصل ثم يتوقفوا باش يتأكدون. الإنسان طبعا هذه من علامات الحب والشوق لأداء هذه العبادة العظيمة. نعم. يقول كما يلزمش نغلط، يوصلوا ثم يوقفوا يديروا يعني كما يقولوا توقف مع هذيك الجماهير الغفيرة من الحجاج. هذا ما يسبب حرجا وزحاما كبير جدا. لذلك نحوها الآن، نحوها بقى هذاك العلامة الخضراء، هذيك الإضاءة الخضراء، هذيك هي العلامة. ويشوفها عن بعد هكذا عند الزاوية. طبعا يقول بسم الله والله أكبر، زاوية الكعبة بسم الله الكبرى، ويشرع في الطواف. طبعا يعني يسن ويندب الاطباع، يعني الاطباع اسمح لي مادام راهي معي البرنوس، هو كان لباس الإحرام تاعو مثلا كان هكذا. نعم. ولكن قبل ما يبدا الطواف مباشرة يدير هكذا، معناه يبرز، طبعا يبرز هذا الكتف ويعمل هكا خلال 7 أشواط كلها. نعم. خلال 7 أشواط هذه اسمها الاطباع. ولا يصلي عليها الصلاة؟ لا. نعم. يعني هذه أثناء الطواف. يدير 7 أشواط نتاعو، طبعا المنطلق من الحجر الأسود حتى كي يوصل لها شوط، كي يوصل ثاني شوط إلى آخره، يقرأ القرآن ويدعو الله عز وجل بما يشاء من الأذكار. إذا أقيمت الصلاة يقطع إذا أقيمت الصلاة في أي شوط من الأشواط، مثلا دار 2 أشواط. نعم. وسمع خلاص أذن الإمام وبعدين تقام الصلاة، طبعا يتوقف لأداء الصلاة ويكمل الحساب، ما يعودش من البداية. نعم. إذا دار 2 أشواط مازالوا 5 أشواط. طيب، ولم يرد هناك يعني أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أذكارا معينة لكل شوط، لأن بعض الكتب تذكر دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، وهذا مما يقلق الناس. يقول لك أنا ما أحفظش هذه الأدعية. ولكن الإنسان ماذا يصنع في الطواف؟ يقرأ القرآن مما يحفظ، ويدعو مما يذكر أدعية، ويذكر الله عز وجل بمختلف الأذكار المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، بلا تقييد. فقط كي يوصل الركن اليماني، بين الركن اليماني والحجر الأسود، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يتوقف هنا، يكرر هذا الدعاء حتى يوصل الحجر الأسود. أيضا بسم الله والله أكبر، انتهى الشوط الأول وبدأ وشرع في الشوط الثاني، وهكذا. كي يكمل 7 أشواط يروح المقام إبراهيم. خلف مقام إبراهيم أيضا هناك مشكلة أخرى، هناك يعاني منها الكثير من الحجاج. نعم. يقول لك لازم المقام إبراهيم نصلي وراه مباشرة، وهذا يكاد يعني في حرج يتعذر جدا. وكان اللي يزاحم الناس ويصلي ثم، وبعض الناس سمح لي يجيبوا 5 6 من زملائه وأصدقائه ويديروا له شغل حزام أمني هكذا وهو يصلي. طبعا هذا يعرقل الطواف. نعم، حزام بشري باش هو يؤدي الركعتين بلا خشوع ولا فيه ضغط وفيه زحمة إلى آخره. يبتعد إلى أقصى حد ممكن حتى يلقى روحه ما كاش الغاشي أو عدد قليل ما فيهش زحمة، ولا يعرقل الحجاج الطائفين اللي راهم يطوفوا، ولا يضره المرور يعني ولا يضر المرور. نعم. ثم يصلي ركعتين. الركعة الأولى ركعة الطواف، الركعة الأولى بالفاتحة وسورة قل يا أيها الكافرون، والركعة الثانية بسورة الفاتحة وسورة الإخلاص، يعني قل هو الله أحد، ولا أي سورة ممكن في هذه اللحظة ينسى أي سورة يقرأها لا حرج بعد سورة الفاتحة. بعد ما يكمل ركعتي الطواف يروح الماء زمزم، طبعا موجود ماء زمزم، يشرب ولا يغسل وجهه ولا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ماء زمزم لما شرب له. يستقبل الكعبة المشرفة ويدعو بما تيسر، ثم يتجه إلى المسعى ليسعى سعي العمرة اللي هو 7 أشواط. يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، هذا شوط. من المروة إلى الصفا شوط، وهكذا. يعني في النهاية يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة الشوط السابع. هناك أدعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها بعد ما يستقبل الكعبة الشريفة يقول بسم الله والله أكبر،
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده إلى آخره. ثم أيضا يذكر الله عز وجل ويدعو ويقرأ القرآن بما يحفظ بما تيسر. ولا حرج إن أخذ بين يديه مصحفا صغيرا أو كبيرا لا يهم، أو يأخذ مثلا دليل الحج والعمرة يستعين بهذه الوسائل، فليس في ذلك حرج. كي يوصل بين الأخضرين بالنسبة للرجال دون النساء أيضا يخطو يجري قليلا، ما يسمى بالرمل. نعم. أو الهرولة، يهرول قليلا، يعني تقارب مسافة قصيرة، يعني مسافة قصيرة. نعم. بين الأخضرين طبعا ما واضحة. وهكذا لغير النساء. لغير النساء. نعم. هذا خاص بالرجال. حينما يكمل السعي نتاعو يروح يحلق ويقصر، أو يقصر إما يحلق شعره ولا يقصر. وبالنسبة للمرأة تأخذ تقريبا ثلث الأصبع، يعني قدر أنملة. المرأة تأخذ من أي جهة في رأسها من شعرها تأخذ تقريبا ثلث الأصبع تقطعه. ماشي ليس شرطا هناك يعني بين الرجال كما يصنع البعض. نعم. لا، توصل الغرفة نتاعها وتنحو السلام. بالنسبة للرجال أيضا بعد ما يحلقوا ولا يقصروا، بعد ذلك خلاص انتهت العمرة ويتحلل الحاج تحللا كاملا، وينتظر، لا ندري كم ينتظر، كل حاج وقتاش وصل، ينتظر يوم التروية اللي هو يوم 8 من ذي الحجة، ويحرم من جديد. يحرم من جديد، ينحل القميص تاعو ويلبس لباس الإحرام، طبعا هو خاطب الرجال والنساء كل واحدة بلباسها كما شرحنا البارحة. من مكان الحاج أو الحاجة يكون الإحرام من الفندق، من البلاصة اللي كان فيه، ما يروحش إلى التنعيم ولا يروح إلى مكان آخر، يدخل هنا بطريق العمرة. طيب، ويبدأ أعمال الحج من يوم التروية، وما يصدق على جميع الحجاج. هذا بالنسبة للطريقة الأولى، هي طريقة التمتع. أختصر قليلا الآن فيما بقي من وقت. بالنسبة للقران، الطريقة الثانية هي طريقة القران. يقول لك يقرن بين الحج والعمرة، هو ينوي يقول لبيك اللهم عمرة وحجة، عمرة وحجة. هذا النوع من النسك يدخل الحاج بهذه النية، وحينما يصل مكة المكرمة يطوف طواف القدوم، يطوف طواف القدوم. بعد الطواف كما ذكر شرحنا قبل حين يؤدي سعيا واحدا للحج والعمرة، سعيا واحدا للحج والعمرة، ولا يحلق ولا يقصر ولا ينزع لباس إحرامه، يبقى بإحرامه بلباس إحرامه ويبقى محرما، وتجري عليه أحكام الإحرام. من المحظورات المعروفة ممنوع يعني يرتكب محظور من المحظورات، وإلا يعني تكون في حقه فدية كما شرحناها أيضا البارحة. طيب، وينتظر يوم 8 من ذي الحجة يوم التروية ويشرع في أعمال الحج. وطبعا هذا عليه هدي، أيضا المتمتع عليه هدي. إذن المتمتع عليه هدي، والقارن عليه هدي. أما الطريق الثالث وهو الإفراد، المفرد اللي مشى عن طريق الإفراد، هذا يدخل مكة المكرمة ويؤدي طواف القدوم ويسعى سعي الحج، ثم يؤدي باقي أعمال الحج وليس عليه هدي. نعم. ليس عليه هدي. أما بالنسبة للأفضل لكي أختم كلامي، الحديث ذكرته قبل قليل، حديث سيدة عائشة كيف ثابت في البخاري، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بعمرة وحج، ومنا من أهل بالحج. إلى حد الآن نفهم من هذا الحديث أنه كل هذه الطرق مشروعة، كل واحد الحاجة اللي خرجت عليه يديرها. مثلا في التمتع كما لاحظتم الأمر ميسور، بعد ساعتين تقريبا ولا 3 ساعات خلاص جاب العمرة تاعو يتحلل التحلل الأكبر الكامل، وينتظر يوم التروية. ولكن يدخل عن طريق القران ولا عن طريق الإفراد يبقى على إحرامه. وطبعا هذا معناه لازم كما يقولوا يعصره وكذا، يعني يلتزم بآداب وأحكام الإحرام إلى النهاية، نهاية الحج كما ستشرح في اللقاءات القادمة. ولكن الثابت أن كل هذه الطرق مشروعة، كلها مشروعة. أما إذا أردنا الجواب عن السؤال ما هي الطريقة الفضلى،
فعندنا في المالكية الطريقة الفضلى هي الإفراد، نعم. بدليل تتمة هذا الحديث، حديث سيدة عائشة، ومنا من أهل بالحج، وبعدين قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. نعم. وأحيانا يكون الأفضل ما تيسر للحاج، ما تيسر. نعم. دائما نأخذه في البال إذا دائما دخل متأخر، إذا جاء متأخر. نعم. ليس بينه وبين الوقوف. نعم. والحمد لله أن كل هذه الطرق لذلك للتسهيل. حتى للتيسير. نعم. لا ننسى دائما قول الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم